اليوم سؤالنا غريب للأستاذ محمد. أستاذ محمد يعطيك العافية أولا. الله يعافيك. السؤال الثاني، نشاطاتك التركية معروفة، طبعا مجتمع في دولة الجوار، يعني نشاطاتك معروفة على كل التيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي. في الفترة الأخيرة سمعنا عن منصة السلام، وبتفاجأ إنه أنت مؤسس منصة السلام اللي متواجدة في سوريا. وقبل شوي كان نقاش، أنت إجابة تليفونات كثيرة، كان عندك نقص في المتطوعين في حلب. مو بس بحلب، في عدة محافظات تم تحريرها مؤخرا اللي هي المحافظات الشرقية كمان، في عندنا نقص فيها، ومحافظات الساحل الناس عم تتردد على الانخراط بعمل تطوعي. طبعا هدول كمان بدنا ناس يعني يحبوا يعملوا الخير، بس ما عندهم عنصرية، حابين يتركوا بصمة. احنا بدنا هدول الناس، بدنا أهل بلدنا الطيبين إنه يتعاونوا معنا، يتساعدوا معنا لنترك أثر. والسؤال الثاني أستاذ محمد، منصة السلام صار تقريبا مؤسسة أنت سنة، شايف فيها تفاعل كبير، شو هي غاية هي المنصة في سوريا؟ هي غايتها تسليط الضوء على مشاكل الناس، تسليط الضوء على هموم الناس. يا أخي أنا إذا من خلال هي المنصة بقدر أدخل الفرح لبيت عيلة سورية، أنا بيكفيني، ما بدي شيء. الحمد لله رب العالمين، بكون أنا أديت الغرض. أنا لولا عيلة وحدة، يعني أنا عم نحاول نترك أثر، نترك بصمة، عم نحاول بكل الجهات، بكل المحافظات، بكل القوة اللي الله يعمل احنا اياها، من خلال المتطوعين الموجودين معنا، من خلال الأشخاص الطيبين اللي معنا، إنه نترك هي البصمة. والله أستاذ محمد أنا بتشكرك، واحد قدام الكاميرا، اثنين أنت أديت جهد كبير، وكل فترة أنت بحلب، شوفك بحلب، الشيخ، على أدلة، على لاذقية، اسطنبول، بأنطرة، دائما عم تفتي. أنا ابن سوريا، وأنا سوري من حلب وأفتخر، ولكن عندي نشاطي للأسف 5% بسوريا. يعني بعد محمد سوريا أنا فكرت أعمل مثل ما عم تفكر أنت وتعمل، سلط الضوء لهموم الناس وآراء الناس، وعم تفكر كثير شغلات ببلدك. هذا فخر إلنا والله، وأنا إن شاء الله بعد ما سمعت الحكي هذا سمعته أنا كمان لازم يكون لي نشاط بحلب والشام واللاذقية، لازم يكون لي بصمة بحلب. فشكرا للأستاذ محمد ويعطيك العافية. وجه كلمة للكاميرا. كل شيء حدا بالمغترب لازم يكون له دور لازم يكون له دور بالنصر اللي حصلت عليه سوريا، لازم يكون له دور بسوريا، يكون له بصمة. مو من خلال منصتنا، لا، من خلاله هو. أي حدا بعد التحرير لازم يروح يقول للبلد السلام عليكم.